الكونسيلر بتاعي بيغير؟ في اسباب كتير هقولك عليها دلوقتي حالا، واكيد هتلاقي حاجه منهم انتي بتعمليها. اول حاجه تحت عينك ناشف قوي او مش مترطب كويس. 2 نوع الكونسيلر نفسه مش كويس. 3 الكونسيلر كويس وكل حاجه بس هو مش مناسب لتحت عينيكي، ممكن يكون ناشف قوي على عينك او زي ما قلتلك انتي مش مرطبه تحت عينك كويس ومش خدماه بالشكل اللي انتي محتاجاه. 3 الكونسيلر كويس وكل حاجه بس هو مش مناسب لمنطقه تحت العين بتاعتك انتي، ممكن يكون ناشف عليكي. 4 محتاجه كوركتور اورنج. لو احنا عندنا هالات شويه لما نستخدم كوركتور اورنج بيكنسل اللون الاسود الغامق بتاع الهالات، فبالتالي بعدها لما احط كونسيلر لوني بيبقى شكله حلو وبيدي كفرج اعلى ومش بحتاج استخدم منه كتير قوي زي ما كنت بعمل من غير الكوركتور، فبالتالي مش هيغير. رقم 5 ممكن تكوني بتحطي كوركتور وكل حاجه بس بتحطي كتير قوي، فبتحتاجي تحطي كونسيلر كتير قوي علشان تغطي على الكوركتور اللي حطيتيه في الاول. فنبدا بكميه بسيطه ونشوف كده ونجرب لحد ما نعرف الكميه المناسبه لتحت عينينا احنا. 6 بتحطي باودر كتير قوي بعد ما تحطي الكونسيلر على اساس ان انا عايزه اثبت بقى الكونسيلر بتاعي ومش عايزاه يتحرك من مكانه طول اليوم. لو الكونسيلر عمل كريسز صغيره كده تحت العين، عمل خط صغير تحت العين، ده هيبقى شكله احسن كتير قوي من ان انا احط باودر كتير ويبقى شكل تحت عيني كده مكرمش وكاني كبرت 10 سنين. 7 ممكن تبقي بتحطي كومباكت باودر تحت عينك تقيله قوي، وانا متاكده ان ناس كتيره بتعمل الموضوع ده علشان انا بشوفه كومباكت باودر تقيله شويه، ولو هنستخدمها لازم يبقى بكميه خفيفه قوي.